أعلنت إسرائيل عن تشكيل وكالة حكومية جديدة مهمتها مثيرة للجدل، تشجيع الفلسطينيين على المغادرة الطوعية من قطاع غزة. أثارت هذه المبادرة التي يقودها وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت جدلاً وقلقاً فورياً داخل المجتمع الدولي. الهدف المعلن للوكالة هو تسهيل هجرة سكان غزة الذين يسعون لحياة أفضل في أماكن أخرى. ومع ذلك يرى المنتقدون أنها محاولة مقنعة لتهجير الفلسطينيين من غزة وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع. تشمل مهام الوكالة توفير الدعم اللوجستي والمالي للفلسطينيين الراغبين في الهجرة، ويشمل ذلك ترتيب وثائق السفر وتأمين المغادرة عن طريق البحر أو الجو، وربما تقديم حوافز مالية. وبينما تصر إسرائيل على أن المشاركة في البرنامج ستكون طوعية بالكامل، يتساءل الكثير من المراقبين عما إذا كان الاختيار الحقيقي ممكناً في ظل احتلال دام لعقود وأزمات إنسانية متكررة. يأتي إعلان الوكالة في وقت يشهد توترات متصاعدة في غزة، ولا تزال اتفاقية وقف إطلاق النار الهشة بين إسرائيل وحركة حماس السلطة الحاكمة الفعلية في غزة قائمة، لكنها تختبر بشكل متكرر. الأوضاع المعيشية في غزة صعبة مع انتشار الفقر والبطالة ومحدودية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء. يخضع قطاع غزة وهو جيب ساحلي مكتظ بالسكان لحصار إسرائيلي منذ أكثر من عقد. هذا الحصار المفروض برا وبحرا يقيد بشدة حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة. الهدف المعلن للحصار هو منع حماس من استيراد الأسلحة، لكن تأثيره على سكان غزة كان مدمراً. أدى الحصار إلى شل اقتصاد غزة، مما جعل سكانه يعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية. البطالة متفشية والفقر منتشر. نظام الرعاية الصحية مثقل بالأعباء ويعاني من نقص الموارد، ويكافح من أجل تلبية احتياجات السكان الذين عانوا من سنوات من الصراع والحرمان. لقد خلق الحصار المستمر وتفجر أعمال العنف المتكررة شعوراً عميقاً باليأس وفقدان الأمل لدى الكثير من سكان غزة. إن احتمال عيش حياة أفضل في مكان آخر، حتى لو كان ذلك يعني مغادرة وطنهم، يشكل لهم أمراً مغرياً. إن دوافع إسرائيل لإنشاء وكالة المغادرة معقدة ومتعددة الأوجه. فمن ناحية يمكن اعتبارها محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ظاهرياً على الأقل. من خلال تسهيل الهجرة يمكن لإسرائيل أن تجادل بأنها توفر لسكان غزة طريقاً للخروج من مأزقهم الحالي. ومع ذلك يجادل المنتقدون بأن الغرض الحقيقي من الوكالة أكثر سخرية. إنهم يرونها كجزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع للحد من عدد السكان الفلسطينيين في غزة وترسيخ سيطرة إسرائيل على القطاع. من خلال تشجيع الفلسطينيين على المغادرة، تأمل إسرائيل في إضعاف قبضة حماس على السلطة وتقليل التهديد الديموغرافي الذي يشكله تزايد عدد السكان الفلسطينيين. يتماشى إنشاء وكالة المغادرة أيضاً مع سياسات بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب. فقد تصورت خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب، والتي عرفت باسم صفقة القرن، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها منحازة لإسرائيل، مستقبلاً تدمر فيه غزة اقتصادياً مع مصر ودول عربية أخرى، مما يشير ضمنياً إلى تقليل عدد سكانها الفلسطينيين.
قوبل إعلان وكالة المغادرة بإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، ونددت جماعات حقوق الإنسان بها ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي بحجة أنها تعادل التهجير القسري. ويصرون على أنه لا ينبغي إجبار الفلسطينيين على مغادرة ديارهم، وأن أي حل لأزمة غزة يجب أن يستند إلى احترام حقوقهم وكرامتهم. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الخطة، وحثت إسرائيل على إعادة النظر في نهجها. لطالما أكدت الأمم المتحدة أن الحل المستدام الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس حدوده ما قبل 67 وسنتين مع القدس الشرقية دريسه عاصمة للدولة الفلسطينية. تسلط إدانة المجتمع الدولي لوكالة المغادرة الضوء على عدم الارتياح العميق إزاء سياسات إسرائيل في غزة، ويجادل المنتقدون بأن إسرائيل تحاول فرض حل أحادي الجانب لصراع يتطلب تسوية تفاوضية. لقد أدى إنشاء وكالة المغادرة الإسرائيلية لسكان غزة إلى إضافة عنصر جديد من عدم اليقين إلى وضع متقلب بالفعل. وبينما يتمثل الهدف المعلن للوكالة في تسهيل الهجرة الطوعية، تظل دوافعها الحقيقية وعواقبها المحتملة غير واضحة، ويخشى المنتقدون من أن تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، مما يرسخ سيطرة إسرائيل على غزة ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم. كان رد فعل المجتمع الدولي على تشكيل الوكالة سلبياً إلى حد كبير، حيث أدانتها العديد من الدول والمنظمات ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي. إن الوضع في غزة معقد ومتجذر بعمق في عقود من الصراع وانعدام الثقة. سيتطلب معالجة الأزمة الإنسانية وإيجاد حل مستدام، الالتزام بالحوار والتسوية والاحترام الحقيقي لحقوق وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.